السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شكرا للكلام الطيب اللي تخليوه لي دايما في الفيديوهات. اليوم نشارك معكم واحد البانيه خفيف خفيف تبارك الله ما شاء الله، ونوريكم كل الطريقه والمقادير. وانا درته هكذا كبير احسن ما يكون صغير، لان هذا هو بحال نتاع بكري، وهذا هو كيكون لذيذ تبارك الله ما شاء الله. ها هو تبارك الله. ملي غنقليوه صافي نديروا له السكر، نكثروا من الزيت تما في المقله، ومن بعد صافي نحطوا له السكر مزيان مزيان. وهذيك هي، اولا اللي بغيتو، ولا السكر مع القرفه اللي بغيتو، وكيكون لذيذ تبارك الله. نشارك معكم الفيديو. انا كان عندي الفيديو واحد اخر غادي نقول لكم، الا كان غادي نشوف الا راه عندي في هنا في القناه ديالي باش نصيفط لكم، ندير لكم في صندوق الوصف حتى هو، ولكن نقول لكم هنا المقادير. اذا اللي غادي نحتاجو هو بيضه والحليب وشويه الماء والخماره، ومن بعد الخماره نتاع الخبز صافي عادي، وسكر فانيل، واحد البيضه. غادي يكون المقادير وغادي نقول لكم. المهم نقدروا نشربوا مع القهوه ولا اللي بغينا، ولا غير هكذا مع العصير، ولا يكون تبارك الله ما شاء الله. غادي نوريكم المقادير وهذاك، ومن بعد نعجنوه مزيان لان ما وريتش الطريقه. المهم ها هي، ها هو هنايا الفيديو كيبان. اذا واحد البيضه، واحد معلقه كبيره نتاع الزبده ولا ماشي عامره كاع، ومن بعد الخماره الا كان نص كيلو، الا نص كيلو ديروا زوج معلقات صغارات، شويه نتاع الملح وسكر فانيل والبيضه والحليب، نخلطوا شويه بالماء، نص هذاك ودرتو بالحليب، يعني حتى التالي تخليوه للدقيق. نعجنو مزيان مزيان، نخليوها تخمر. ملي تخمر صافي نقطعتها في النص، وعاود نغطيها باش ما تديرش، وهذيك هي. ومن بعد صافي نورقها، ماشي رقيقه ماشي غليظه، عاود ماشي غليظه بزاف ماشي رقيقه، مهم هكذا. وغادي لان غادي تخمر شويه عاود، وما نخليوهاش تخمر بزاف بزاف حتى تضيع. ومن بعد نقطعها، انا درتها في قطعه كبيره، وهذيك الطاسه كبيره اللي كتشدوها تاع البلاستيك. ومن بعد ملي غادي نقطعو نخليوه يخمر عاود. درت زوج يعني نقطعو، هذه درت واحد الكره وكويره عاود خليتها. ومن بعد صافي غادي يخمر ماشي بزاف بزاف حتى ما نقدروش نرفدو يضيع. اذا صافي ونقليوه. من بعد نقليوه صافي ونديروا له الزيت، نديروا له السكر. واحد الطريقه، واحد الحاجه المهم غادي نقولها لكم هنايا، يمكن ما عرفتوا واش تسمعوا ولا لا. نسيت ما قلت لكم، درت فيه 2 معالق كبارات نتاع السكر في العجينه. الزيت غادي نحميوها، ولكن نقصوا لها، ما غاديش يكون حاميه بزاف يتحرق وما يطيبش. هذه ولا بد، هذه نعرفوا دائما هذيك هي الزيت، ولا بد نقصوا لها. ومن بعد نقلبوها سواء بهذا ولا باش بغينا. ومن بعد نقطروه في المقله هذاك، نقطروه ونديروا عليه بعدا تما السكر باش يقبض داك السكر. وكما قلت لكم الزيت ولا بد خاصها تكون حاميه، ولكن نقصوا لها قبل، خاصنا نقصوا لها قبل ما نحطو، يكون نقص شويه وما يكونش حاميه بزاف باش ما تحرقش. نحطوها صافي يولي كحل لان كيكون فيها السكر. سي واحد الحاجه نسيت ما قلت لكمش، راني فيها 2 معالق كبار تاع السكر، يعني باش ما غاديش يكون مسوس ولا بد. اذا من بعد بيضه الحليب والماء، وفي نص كيلو في هذا الشيء كل شيء، واحد البيضه، ومن بعد شويه الماء وشويه الحليب هكذاك نخلطو. من بعد عاد نديرو الدقيق شويه بشويه. والعجينه ما خاصهاش تكون قاصحه لا، وما خاصهاش تكون جاريه، تكون شويه تلصق، ماشي بزاف غير شويه يعني لينه. من بعد صافي وهذيك هي، ونشكلوها وها هو تبارك الله ما شاء الله. وشكرا للمشاهده، سلام.